بسم الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم الشيرات، كي راكم دايرين غاية؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كما راكم تشوفوا خياتي، اليوم جيت نخدم معكم فطائر هادو تاع المقله. يجوا بزاف شابين. ناكد لك باللي غادي كي تجربيهم ما تزيديش تستغناي عليهم، لخاطرش خدمتهم سهله ومنطو يجوا بنان، وهذا هو الاهم. شوفوا غادي نقسم معكم حبه هنايا، غادي تشوفوا الطراوه تاعها. شوفوا كي هي طريه كما راكم تشوفوا. غادي نخدم انايا و ميم طون نقول لكم المقادير. عندي هنايا حبه بصل كبيره، راني رحيتها. كما راكم تشوفوا المقله مانيش دايره فيها زيت. نخلي هذاك العصير هذاك تاع الماء تاع البصله حتى ينشف عاده، وندير الزيت تاعي. هنا غادي نحلها كما هكاك باش ينشف لي داك الماء تاع البصل. هنا بعد لي كان نشف لي غادي نضيف قد 3 مغارف ولا 4 مغارف تاع زيت، ونغدا نطحن اللحم تاعي اللي كنت دايره فيه فص تاع ثوم وكركم وسكنجبير وفلفل احمر وفلفل اسود كما راكم تشوفوا. هنا راني مقطعتها مكعبات عفوا. وغادي نقليه كما راكم تشوفوا مع البصله بهذه الطريقه. هنا باقي غير الملح اللي مازال ما درتهش. هنا ندبج هذاك البصل مع اللحم تاعي ونقليهم بهذه الطريقه، نقليهم مليح. نحل هذاك اللحم الملحي تاعي. نتوما هنا راني ضفت الملح، نتوما ما تتقيدوش بواش انا درت. يعني لا عندكم الفيونداشي ولا بغيتو ديروا غير بالبصل والطوماطيس ثاني يجي شباب. هنا عندي مغرفة صغيرة، نص مغرفة صغيرة تاع زعتر مطحون. انا نبغي الزعتر بزاف في المملحات هادو، نبغي البنة تاعه، اصلا هو صحي. هنا نخليها شوية ونطفي عليها، ديجا راه اللحم تاعي طاب. هنا عندي 3 حبات تاع بيض، كاس ونص تاع حليب، وزوج كيسان تاع فرينة. غادي نضيف البيض تاعي ونضيف معاه مغرف كبيره تاع عسل. لما عندكمش عسل ديروا السكر. وهنا درت الملح، وغادي نخلط مليح مليح، ونضيف الحليب تاعي بهذه الطريقه. هنا غادي نضيف الحليب بهذه الطريقه ونخلط مليح مليح مليح. نتمنى تجربوها هذه الوصفه، لخاطر شابه بزاف وبنينه. هنا غادي نضيف الفرينه تاعي، نغربلها بطبيعه الحال. غادي نضيف هذاك الكاس ديريكت، والكاس الزاوج نضيفها تدريجيا، وإلا خصكم زيدوا ولا تنقصوا، هي على حسب القوام تاع العجينه كيكون داير. العجينه نحتاجوها سائله، ماشي ملمومه ولا قاصحه ولا. دوك تشوفوا معايا. هنا نخلط مليح ديك الفرينه، ما يليقش يقعدوا هذوك الكتل فيها. هنا ضفت نص كاس ونخلط. هنا مازال خصها، غادي نضيف هذاك النص كاس اللي بقى. كما قلت لكم ما يلقش يقعدوا الكتل هذاك فيهم، باش تجيكم مليحه. وهذا هو القوام اللي نحتاجه. انا هنا راني زدت مغرف تاع فرينه. كاين الفرينه اللي تلقاها تشرب وكاين اللي ما تلقاهاش تشرب. هذه الفرينه اللي راها عندي ما تشربش. شوفوا بالمغرف، جبت لكم هنا المغرف باش تشوفوا القوام تاعها خير ملفوي. وغادي نبدا نخدم فيها. هنا المقله راهي دافيه، ما راهيش حاميه. غادي بالمغرف تسقيا ونعبر ندير مغرف تسقيا كيما هكاك، ونحرك بهذه الطريقه. نحرك مليح مليح مليح. ماذا بيكم المقله تاعكم ما تكونش تلصق.
ولا تخدموا في الكريبيير. انا ما راش عندي كريبيير، عندي غير المقله هذه مساعدتني. يجوا حبيتانك صغار وظريفين شابين. هنا قلبتها كما راكم تشوفوا بكل سهوله، ودرت الزيت. الضربه الاولى ما ضفتش الزيت. هنا تما كاين وريتكم الشباك اللي درته، لخاطرش هادو كون تحطيهم ديريكت على في الطبسي ولا يعرقولك، يقعدوش الشكل تاعهم يعذبوك من جي تاكليهم يعذبوك، فهمتي؟ على بيها درت هذاك الشباك باش ما يعرقوليش من تحت. هنا راني درت الحشو تاعي بهذه الطريقه. كما شفتوا العجينه قلبتها نورمال ما غبنتنيش. هنا درت الفرماج وزدت الفرماج رابي من الفوق. شوفوا كي طويتها عادي جدا، ما تغبنش كاع ما تغبنش. هنا طويتها وراني نضغط بيدي بهذه الطريقه، ونضيف نزيد الزيت. الا كان نشف ما ديروش الزيت بزاف، يعني قد مغرف، نص مغرف على الصغيره، عفوا نص مغرف الكبيره. هنا شوفوا غادي نقلبها بكل سهوله تانيك. شوفوا كي جات حمراء. وهذا هو الشكل النهائي تاع الفطائر تاعنا. ان شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون نال اعجابكم. ما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، والى اللقاء في فيديو اخر. سلام.